امبارح شفت بوست غريب لمطعم حجوجة وهو بيقول ان كل لايك او كل رياكت على البوست هيتبرع بيه بجنيه لصالح مؤسسة مرسال. البوست فضل عادي وطبيعي جدا لحد ما دخل مين على الخط؟ قصر الكبابجي. قرر انه يدخل مزاد الخير ده ويزايد على مطعم حجوجة ان كل لايك قصاده 2 جنيه مقدمة من قصر الكبابجي. مش بس كده، لا، وكل لايك برضو عليه جنيه مقدم من مضغوط دجاج. يعني كده من الاخر الرياكت بتاعك ب3 جنيه هيتبرعوا بيهم قصر الكبابجي ومضغوط دجاج لمؤسسة مرسال. طيب مؤسسة مرسال دي اصلا عبارة عن ايه؟ بكل بساطة يا عزيزي هي مؤسسة مصرية خيرية بتعمل في اكتر من مجال، من ضمنهم تقديم خدمات طبية لغير القادرين وتوفير لهم علاج زي مرضى الاورام او مرضى الفشل الكلوي. وعلى سبيل المثال الحصر انهم قدروا في اول اسبوع من رمضان اللي هم مؤسسة مرسال يوفروا 27,000 وجبة اطعام، ويعملوا 215 فحص طبي لغير القادرين، ويعملوا 455 جلسة لمرضى الفشل الكلوي. كمان كفلوا 720 اسرة محتاجة وقدموا خدمة ل 41 مريض عناية مركزة، ده كله في اول اسبوع في رمضان. المهم كل البراندات دخلت في التحدي ده مع مؤسسة مرسال وعملوا هاشتاج اسمه تحدي مرسال. من بعد ما حجوجة دخلت في الموضوع دخل بعدها قصر الكبابجي، ويمكن ده بقى نقطة الانتشار لكل البراندات وكل المطاعم. بعد التحدي والمزاد في الخير اللي فعله قصر الكبابجي فتح باب خير كبير ورزق كبير من لا شيء حرفيا. علشان كده قررت كمان ادخل معاهم في تحدي مرسال، كل لايك وكومنت عليه جنيه لمرسال. الحقيقه ان في ناس كتير بتعمل الخير في السر ليهم الاجر والثواب عند ربنا، وفي ناس كتير بتعمل جزء منه في السر وجزء كبير في العلن زي اللي عمله قصر الكبابجي وكان بيعمله على مدار الفترات اللي فاتت. عارفين ان انا خدت جنيه دهب في قصر الكبابجي من الاستاذ احمد الباز، فما كنتش عارف اعمل ايه بقى. يعني انا كنت عايز اجيب شغل واكبر شغلي ويعني اجيب خرز واجيب حاجات كتير بقى كده واصرف يعني على المشروع بتاعي. كلمتني بقى بنت من فتره، معلش ابوها كلمني فبيقول لي ان بنته تعبانه، عايزه تعمل عمليه في عينيها ب80,000. فانا ما كنتش عارف اعمل ايه خالص. انا قلت انا عايز اعمل لها العمليه دي، فانا ما كنتش عارف اعمل ايه، والجنيه ب30. يعني هي معاها 30,000 والجنيه ب30,000. قمت بعت الجنيه بتاعي كده، ايه هنعمل لها العمليه. وما اعتقدش ان مزاد زي ده في الخير هيكون في احسن منه انك تسلط الضوء عليه وتعمله ترند. وابسط مثال اللي عمله قصر الكبابجي لما سلط الضوء على موضوع مرسال، كل البراندات ابتدت تتشجع وتعمل زيه ويضاعفوا في الاجر. في خلال الفتره اللي فاتت شفت للاستاذ احمد الباز صاحب قصر الكبابجي اكتر من حاجه، من ضمنهم المائده اللي قدمت خدمات فندقيه للصائمين في كفر الزيات، المائده اللي بتسع حوالي 2000 شخص. مقطع فيديو جميل ومؤثر ظهر لمائدة رحمن ضخمة في كفر الزيات. المائدة دي بتاعة أحمد الباز صاحب مطعم قصر الكبابجي. الفيديو ظهر فيه المائدة أو توزيع وجبات والمساعدة في فرحة أولادنا الصغيرين. فزي ما هو ما كانش اول دور في الخير لقصر الكبابجي، اتمنى انه ما يكونش الاخير. الحقيقه يا جماعه ان احنا كنا محتاجين ان الناس الكبار في مجالاتها زي المطاعم وخلافه زي مثلا قصر الكبابجي يتنافسوا مع بعض في فعل الخير وتشجيع بعضهم البعض. ولازم تفهم ان النجاح والانتشار والفتح اللي ربنا بيفتحه على الناس دي ضروري يكون فيه مش حاجه، لا حاجات كتير لله. لو ما قدرتش تساعد فما تنساش توصل صوتنا لكل الناس، يمكن غيرك ناس كتيرة تقدر تساعد وتاخد أجري وأجرهم. بس كده.